والله ما تفتح علينا كده. هنعمل ايه؟ عايشين من الزبالة. راجل عاجز زي كده ما شاء الله، يهدوه ليه؟ من أول ما تغيب الشمس، شوف، من أول ما تغيب الشمس كده الناموس هنا ياكلنا يخلص علينا. ما كناش نجيب وندخن ما يمشيش الناموس. والله ما ندخن وما نتعب احنا مش العادة اللي طب هنعمل ايه؟ ده مش لاقي يوقف الناموس. طلعت ولادي انا اللي كانوا يموتوا الناموس. انتوا بقالكم هنا بقالكم كام سنة يا حاج؟ هنا حوالي 10 سنين. 10 ولا 20؟ لها أكتر من 15-20 سنة. يعني قديمة علينا برضه. وأول مرة يجي يقولوا لكم سيبوا المكان؟ أول مرة ما حدش اتعرض لنا جنب خالص، لا حكومة ولا حي ولا أي حاجة. جونا فجأة كده مرة واحدة وقال لك الجيش. جو الأول بتاعت الحي وأنا أرض الحي مش عارف إيه، بعد كده قالت لك لا ده عايزين نجيب الحته دي ورانا. أنا مصور. عايزين بس نقول حاجة في الأول. يعني الدولة عايزة تطور العشوائيات. لا ده حاجة احنا مش ضدها، لكن تطور العشوائيات ترمي الناس في الشارع ويتصرفوا هم. لا الناس دي مش معاها 30,000 ولا 50,000 ولا 100,000 على يلاقوا شوية يتصرفوا فيها. 20 جنيه الواحد. وانا مش معايا على فكرة، مش انا حلو اهوت ولابس وجاي من بيتنا وكنت نايم على سرير وزي الفل. انا مش معايا ال 100,000 اللي هشتري بيهم الشقة دول. وانا معايا حتى على هنا في مهندس بتاع بلدية اسمه غبور، ده اساسا مش من مصر. في كل حته بني الست براجل، هم كل الجرايد وكل الناس براجل مبنيه هنا. غبور باني هنا، حد يقدر يجي؟ لا ما انا بتكلم على كده، انا بتكلم على كده. انا يا عم خليكم في حاجة ثانية. انا مصري، انا مصري. اللي حصل المفروض يقفوا مع مصر. راجل غلبان زي ده عاجز يقفوا معاه، مش يجي يهدوه يقدموا بيته. اللي هو بيقول لنا كنتوا 20 نفر، كنت 1000 نفر، هنجيب 10,000 نفر. هنتهز. الراجل ده يسلم من اللواء ذات نفسه. هو جيت حد ولا لو؟ ايوه لو كان حتى ساعتها اللي هتجاه هنضرب النار على طول ما نفسي زي عيني. لواء كان بيهددنا لواء 60-80. لو حتى لو طفل قدام حدوث ما يهمنيش اي حاجه، اضربكم بالنار. واللي يعدي قدام القطع هيدوس. اي حد اي حد. وربنا قاعدين قدامه ويدوس. نقول لك لو طفل قدام. عندنا احنا اساس. طب ادونا مهله بس نطلع. قال احنا هناخد حتى ساعة الدين ولا لا؟ ايوه قال لك اي حد اي حد اي حد. طب هنروحوا فين؟ اكل عيشنا في الجبال، اكل عيشنا هنا هنروحوا فين؟ ما معناش خدمة تاني، ترى الله اكل عيشنا في الجبال كده. والله العظيم بهدلنا نفسينا وبهدلنا حاجتنا. يا عم الحاج احنا مصريين وانتوا مصريين، وهمكم هو همنا واحنا جايين لكم النهارده. احنا ساعات حتى والله العظيم حتى الميه ما لقينا ميه، احنا رحنا حطونا. يمكن الان والله العظيم حتى الشرب ما احنا لقينا. عارف لو جيت جبت المية في البيت ما فيش والله مية. ما لقينا. تشتغل فين؟ احنا ساعات في يوم شغل من يوم والله ما لقينا. والله ما لقينا اي يمكن حاجة. انا عيالي سقطوا من لما الرعب، كنا شوية بلد الرعب الكمبيوتر اللي جاي، عياله جاي سقطوا من فوق مسرحين زي كده يعني رضينا بهالحكومة الحكومة مسيبتناش. يعني ولا نقطة مية نسينا ولا حتى يعني مصنع يديك مية ومصنع ما يديكش مية. ما فيش. انتوا اخترتوا منكم حد يتكلم مع الحكومة ولا انتوا بتتكلموا احنا كلكم؟ كلنا كلنا قدام. احنا ولو راحوا حتى 9 البلدية هنرمي نفسنا راحوا 920. الراجل الراجل ده ركب محضر. فأول حاجة لما رحت تحكوا علينا خدونا شوية معانا حبسونا. هي الرتب الكلاب السعرانة اللي بتنافس. راجل زي كده واخدين وعملوا لهم سعرانة خدوهم عملوا لهم قضيات. عملوا لهم قضيات. بس صالح يخطب ويقعد على الكرسي ابن نعيمة ويقول انا هعمل يا عم شعب مصري ده يشيلوا ربنا من الدولة. يشيلوا ربنا حسن بالك من الله ونعم الوكيل فيه. يبهدل حلم. اللي هو ويسافروا ولاده واقفين. ولاده عايزين يسرتهم في الشوارع. ولاد نصر ما بنخرج.
احنا شباب 6 ابريل معاكم يا جماعه. يا جماعه وصلوا حتى البيت معاكم مش هتفرق مع انا عايزاه يجي يقول هاتوا ده اللي ما كنتش عليه. احنا اسمنا مجموعه شباب 6 ابريل، مجموعه عارف شباب مصري، والله. واحنا معاكم تضامن معاكم ومش هنسيبكم، واحنا مستنيينهم لحد ما يجوا. واحنا عن نفسنا قاعدين كده مقتولين برضه قدامهم. بس هم اديني هنروح فين طيب؟ هنروح لا يقتلونا احسن هم. حسبنا الله ونعم الوكيل. عندك بديل عن العيشه دي؟ ما كانوش بيجوا لكم في الانتخابات يقولوا لكم اقفوا معانا؟ ولا يجوا ولا يروحوا ولا شفنا حد ابدا. يعني ما وقفتوش معاهم في الانتخابات؟ حد ما جالك في الانتخابات يقول لك ولا من ساعه ما جالك. ايه يا حاج؟ وانت ما تسيبيش حقك يا حاجه. احنا معاكم يا حاج. مصر المصريين جنب بعض يا حاج. ربنا كبير. حسبي الله ونعم الوكيل. لا ده مش تبع المصريين الوحيد اللي دول. كده كم مجند امن ركزي كم زي ما احنا شايفين كده تقريبا العشوائيات مضايقه البهوات. احنا لا ونعمل حملة. لا